دخل الغلام سوق الوراقين في بغداد. فضل يتطلع بانبهار لكل حاجة حواليه. السوق ما كانش مزدحم بالناس، بس كان مزدحم بالكتب. كتب عربية، فارسية، لاتينية، مكسوة بالجلد الفاخر، ومزينة بمية الدهب، ومعطرة بالزعفران. الغلام قال لنفسه: يا الله، ما أجمل هذا المكان. في واحد من الحوانيت أو الدكاكين كان في شيخ قاعد على ترابيزة صغير، ومعاه قلم من البوس بيكتب بخط جميل مرتب. بعد ما يخلص الصفحة يرش عليها شوية رمل ناعم ويهزها عشان تجف، وبعدين يواصل العمل بنفس العناية. الغلام فضل يراقبه شوية، وبعدين قرب منه وبكل خجل قال له: هل أقدر أشتغل معاك في نسخ الكتب يا سيدي؟ الشيخ